السلام، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير صحه جيده. معكم اميره من قناه عالم اميره. عجبتكم القناه وحبيتوا تدعموني وتشجعوني، خلوا لي اكبر عدد من اللايكات وبارطاجيو في كافه مواقع التواصل الاجتماعي. وانتي عزيزتي الاول مره تشوفي القناه، ما تنسايش ديري اشتراك في القناه، وما تنساوش ديروا تفعيل الجرس باش يلحقكم الجديد تاعي وتكونوا من الاوائل اللي يلحقكم الاشعارات كي نحط الفيديو تاعي. اليوم ان شاء الله رايحه نديرو فلون المقاهي. رايح يصلح انه يكون مشروع مربح لقاعات الشاي والمقاهي اللي حابين يزيدوا من مصروف ودخل البيت نتاعهم. راح نشوفوا معايا طريقة التحضير نتاعو، طريقة بزاف بسيطة ويجي بزاف بنين وماكي محبوب الجماهير. نلقاوها في كامل المقاهي. راح نبدا لكم على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. راح نبدا بالطبقة السفلى، هي القاعدة اللي راح تقسمي هذاك الفلون تاعك راح يبقى محافظ على الشكل المربع نتاعو وما يتفتت لكمش، يعني انه صاحب المقهى ولا كي تمديلو هذيك الصينيه نتاع الفلون راح ما يلقاش صعوبه كي يقسم هذاك المربع باش يمدو للزبون. وكذلك حتى كي يبات ما رايحش يفسد، يبقى محافظ على نفس القوام نتاعو. عندنا ملعقتين ونص الى 3 ملاعق تاع سمن. انا قلت لكم نستعمل هذا السمن لانه القوام نتاعو جاي كريمي، يصلح لجميع انواع التحليات. وعندنا 5 ملاعق سكر ناعم، 5 ملاعق مايزينا، الحبه تاع البيض، عندها سكر فانيلا. مؤخرا يستعمل منتوجات رابحه، صراحه لقيت راحتي فيها، ومن حيث السعر من حيث البنه والجوده نتاعها، خصوصا انه هذه الفانيلا جايه في اكياس صغيره، يعني راح تحافظ على الرائحه نتاعها. نستعمل كي نحتاج كيس. وتزيدي لهم 5 ملاعق فانيلا، وزيدي لهم حوالي 10 ملاعق فارينه، تلمي كلش مع بعض، تخلي العجينه تاعك تريح شويه. انا هنا كنت مزروبه ما خليتهاش ريحت، لكن انت خليها تريح وسح فيها في كي تجي تفتحيها، او من الاحسن انتم كمبتدئات فتحيها ديريكتومون فوق هذيك الصينيه اللي راح تدخل للفرن، لانه تتفتت بزاف ما راحش تقدري تتحكمي فيها. ثقبوها كامل، بيكيها بالفرشيطه، ديريها طيب في الفرن 180 درجه. رقوها على قد ما تقدروا، لانه درنا فيها خميره الحلوى ورايح تطلع لكم في الفرن. نسيت ما ذكرتش خميره الحلوى، رايح تطلع لكم في الفرن. وديروا فيها، عملوا فيها ثقوب بالفرشيطه ولا بالكيغدون ولا اي شيء باش كي تطلع ما تطلعش بزاف. 180 درجه، حمروها مليح. كي طيب راح نحسوا انها راهي يابسه كيما الخشب، لكن هذا هو السر نتاعها. خلوها. راح نحضروا الكريمه درت لتر حليب، درت علبه فلان شوكولا، درت ملعقتين سكر او حسب الذوق، ودرت ملعقتين ونصف كبار نتاع مايزينا. خلطوهم كلش مع بعض. كنت درت لهم الكاكاو، لكن من الاحسن انكم تشروا كاكاو النوعيه الجيده. صراحه هذا الكاكاو ندمت اللي درته، لانه الفلون هذا بزاف بنين، وكنت فقط حابه اللون يجيني غامق، لكن النوعيه نتاع الكاكاو اللي شريتها تاع الميزان خرج انه الذوق نتاعو صراحه ما عجبنيش. انتم سيو كيفاش تشرو الكاكاو اللي يجي الذوق نتاعو بنين. ديروها تخلوها تبرد، حتى ما تدوهاش في الثلاجه راح تبرد لكم، لكن انتم كنتم تسرعوا العمليه خلوها تبرد خارج الثلاجه. كي تشوفوها بردت شويه زيدوها في الثلاجه وخلوها تبرد باش تروح مليح. نروحوا للطبقه الثانيه او الثالثه، لان درنا طبقه تاع البسكوت اللي خدمناه، ودرنا طبقه تاع الفلون، والطبقه هذه تاع الشونتي. راح نديرو كيله بودره الشونتي وكيله ما يكون بارد من المجمد. وهذه بودره الشونتي ما رايش تحتاج انك تضيفي معها الحليب، لان في المكونات نتاعها حليب. كانت عندنا كوموند عند في الجزائر كانت الذوق نتاع البسكوت، كنت اتابع لحتى هذه الطريقه لأن صراحة بنينة بزاف، ماهيش كيما اللي مغاديش نشريها انا بالميزان. كانت قالت لي اني نستعمل هذه في الحلوى نتاعي وكامل يسقسوها عليها.
وتشروها في هذا البيدون، راح تستعملوها وتعاودوا تغلقوها. نعرفوا تاع الميزان اللي نشروها برا معرضه للهواء رايح كامل، هذيك صدقوني بعد ما تجربوا هذه النكهه نتاعها والبنه نتاعها صح. انا كنت قلت هذيك البودره الشونتي اللي كنا نشروها من قبل نخدموها ما كانش كامل عند هذا كيما هذه. روعه، جربوها البنات ورجعوا لي خبر. ما راهو جاي رمضان ان شاء الله والسهرات نخدموا يتخطولاتو كامل. اشرو هذا البيدون الحجم الكبير، ما ملي يديروا المشاريع يشرو هذا البيدون الحجم الكبير يضايل لهم، وكما قلت لهم يطلعوها بالماء لانه فيها الحليب في المكونات نتاعها. الى ودرت بعد ما طلعتها ما درتهاش في الثلاجه، درتها فوق الوجه هذاك تاع الفلور بعد ما كان بردنا، مشيتها مليح ومن بعد باش درتها في الثلاجه. كما راكم تشوفوا بسرعه تحصلنا على صينيه المقاس تاعها كبير، والله يبارك قطعتنا شحال من القطعه والحجم تاعها كبير. شوفوا هنا راني نذوق وراني نوريكم، قلت لكم بزاف بنينه، فقط اللي خسرتها لي بس كنا نصارحكم بكل شيء خسرتها لي نوعيه الكاكاو هذه بزاف رديئه. شوفوا كيفاش اللون تاعها. وهذه بعد ثاني يوم، هذيك النهار الاول شوفوا ثاني يوم زادت هذيك لاباط نتاعها طرات ولات هايله. يعني اللي يديروها مشاريع للمقاهي ما يخافوش كي تبقى لهم برك يديروا في هذاك الفلون في الفريجيدار، رايح ما يخسرش ما يصرالو والو. تقول شي هذاك النهار خدمتوه. راني مديلكم الوصفات من القلب للقلب، ان شاء الله توصلكم وتعجبكم. ما تبخلوش علينا بليجام وتبارطاجيو مع الاصحاب.